يا صباح الفل أو يا مساء الياسمين على أجمل متابعين في كل مكان، طبعا حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. يا رب تكونوا كلكم بخير في أتم صحة وأحسن حال. نبدأ الأول بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة جاية لكم بفيديو جديد. الفيديو اللي طال انتظاره طبعا فرش شقة العروسة، فرش شقة بنت خالي. كنت أنا اللي فرشاها. الفيديو ده كان من شهر 9. نزلت فيديو شورتس منه وقلت انتظروني في فرش شقة العروسة، ولكن ربنا ما أردش وجات القناة وقفت من شهر 9. والحمد لله بفضل دعاكم وفضل ربنا عليا وكرمه القناة رجعت من جديد، والحمد لله أنا رجعت كمان معاكم من جديد. ونزلت لكم فرش شقة العروسة. ربنا يهنيها ويسعدها بكل شبر في شقتها يا رب، ويفرح البنات كلها ويسعد البنات كلها ويرزق كل بنت بزوج صالح يتقي الله فيها يا رب. فرح البنات كلها. وطبعا انا مش عايزه اصدعكم كتير، انا عايزاكم تتفرجوا على الفيديو وخليكم معايا لنهايه الفيديو. شوفوا فرش الدواليب او رص الدواليب، رص النيش، رص فرش الشقه عامه، وقولوا لي رايكم بصراحه في الكومنتات. وانا بفرح جدا بكومنتاتكم الجميله وبتشجع، وكلامكم الجميل بيحفزني ان اكمل. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب، وبحبكم جدا في الله. أسيبكم بقى تتفرجوا على الفيديو، وعايزة رأيكم بصراحة في الكومنتات. أجمل وأجدع ناس في الدنيا. طبعا الفيديو يعني اتأخرت في نزوله غصب عني لوقوف القناة، ولكن الحمد لله أراد ربنا إن أنزل لكم الفيديو. معلش هو جه متأخر شوية. والفيديو طبعا العروسة طبعا حامل دلوقتي، ربنا يجبرها ويقومها بألف سلامة ويرزقها يعني بالذرية الصالحة إن شاء الله. هنا ده كده باب الشقة، وفي طرقة طبعا بتدخلنا على أوضة النوم. المفرش كان هادي ورقيق، وكل حاجة كانت جميلة بصراحة ربنا في الشقة. ربنا يهنيها ويسعدها يا رب ويبارك لها بكل شبر في شقتها يا رب. ده طبعا كارت الكتب الكتاب، وهنا دوت المنديل بتاع كتب الكتاب زي ما انتوا شايفين التاريخ كده 2/9. هنا طبعا التسريحة حطينا عليها البرفم، بس ما حبيناش ان احنا نزحمها بالميك اب، وخلينا عليها البرفم بس. واما الميك اب حطيناه في الادراج زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنا لو لاحظتوا ان التلاجة ما كانش ليها مكان في المطبخ او في اوضة الاطفال، فاضطروا ان هم يحطوها في اوضة النوم. ولكن التلاجة جاية الدرجة بتاعتها نفس درجة اوضة النوم بالظبط، نفس الدرجة اللي انتوا شايفينها بتاعت اوضة النوم هي نفس درجة التلاجة. هي مش ظاهرة اوي التلاجة اهي، يعني يعتبر حتة قطع باينة منها، ولكن هي لون اوضة النوم. هنا بقى الدولاب.
عايزة رأيكم في رص الدولاب. أنا بفرح جدا جدا بكلامكم الجميل اللي بتحفزوني بيه والله. أجمل ناس وأجدع ناس في الدنيا. طبعا الأرانب والدباديب والحاجة اللي اتعملت دي كانت جانا اللي عملتها، فحبيت ان انا احطها الأرانب اللي هي بالفوط ديت والدباديب. كنت معلمة جانا ان هي تعملهم وعملتهم، وحطيناهم في الدولاب زي ما انتوا شايفين كده. الدباديب ديت طبعا جانا اللي عاملاهم، والبوبي والكتاكيت اللي هي العروسة والعريس. ده طبعا البوبي قاعد بيحرس الدولاب. اما ما شاء الله الفوط وتطريزها وحاجتها كلها كانت ما شاء الله، ربنا يسعدها بيها يا رب، يسعدها بكل حاجتها ويسعدها بكل شبر في شقتها يا رب، ويقومها بألف سلامة، مجبورة الخاطر يا رب العالمين. طبعا الملايات دي كلها تفصيل. عايزة أقول تسلم إيدين اللي عملتها بجد، ربنا يبارك لها. حاجة جميلة جدا، شغل فاخر من الآخر زي ما بيقولوا. وهنا دوت الرف بتاع الهدوم الشتوي. طبعا الحاجات القطيفة كلها. حبيت ان انا لو في دبدوب في اي شكل في الترنجات، احاول ان انا اظهرها كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وهنا ديت الهدوم الصيفي. اما عن ضرفة اللانجيري طبعا انا ما بحبش اظهرها، لان دي بتبقى حاجات خاصة بالعروسة، ما ينفعش ان انا اظهرها. وده كده كان مفرشين قطيفة برضو، كان شكلهم جميل جدا. وهنا ده ضرفة العريس. طبعا دايما العريس بيبقى مظلوم في الضرفة بتاعته، ملوش الا ضرفة واحدة. بعد كده الشماعة بتاعت هدوم الخروج وهدوم العريس. وهنا ده الحمام. طبعا دي الطرقة اللي هتدخلنا على أوضة الأطفال. برضو كانت هادية، المفارش كانت رقيقة جدا وجميلة بجد، كل حاجة كانت حلوة قوي، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يعني. وكل حاجة كانت ماشية مع بعضيها. الله أكبر الله أكبر. طبعا أنا بسجل الفيديو ساعة أذان الفجر، هسكت لما الأذان يخلص. ده الركن الرمضاني بتاع العروسة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا
إلا الله، حقا وصدقا ويقينا لا إله إلا الله. هنا خلصنا أوضة الأطفال، ندخل بقى على المطبخ. دي صواني تقديم طبعا أنا حطيتها فوق الميكروويف. طبعا الدنيا يعني الحاجة ما شاء الله كانت كتير، فحبينا أم العروسة طبعا بناء عن طلب أم العروسة إن احنا نظهر كل حاجة، فعشان كده حطينا كل حاجة على الرخامة بتاعة المطبخ وملينا المطبخ ما شاء الله. ربنا يسعدها يا رب ويقومها بألف سلامة. طبعا تسلم ايد اللي رصت المطبخ، ربنا يسعدها ويهنيها برضو. اسفة جدا لو الفيديو طال عليكم، ولكن حبيت ان انا اظهر كل حاجة فرشتها في الشقة، وعشان عايزة كمان اعرف رأيكم في الكومنتات. اجمل واجدع ناس في الدنيا. هنا بقى خلصنا المطبخ، ونقول ألف مليون مبروك للعروسين، ربنا يسعدها ويهنيها ويقومها بالسلامة.